الشتيمة عند المصريين. علشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا. الشتايم عند المصريين هي فعلا شتايم ولا كلام بنقوله ومحدش يعرف معنيه؟ يعني مثلا 2 من ستات زمان كانوا بيتخانقوا ويا عيني لو كانوا شراديح. هتسمع احلى كلام، ومن احلى الكلام اللي ممكن تسمعه ما تخلينيش افرش لك الملايه. ايه حكايه بقى افرش لك الملايه؟ الستات زمان كانوا بيلبسوا الملايات اللف، واول ما تقوم الخناقه ما بينهم تلاقي واحده تقول للتانيه هفرش لك الملايه، وده معناه انها هتقلع الملايه وهتفرشها لها قدام بيتها وتقعد عليها وهاتك يا شتيمه ورتح الصبح. الست التانية بقى لو شديدة ومش هاممها حاجة هتعترض وهترد عليها الرد المصري الأصيل، أحمد يا عمر. أيوة، بنفس الكلمة والطريقة اللي انتوا عارفينها. ايه بقى حكاية أحمد يا عمر؟ في قصتين ليهم. الأولى كان في شاب مصري وسيم عايش في حارة شعبية من أيام الخديوي توفيق، وبكل بنات الحي كانوا بيحبوه ويحكوا له عن أسرارهم وعلاقاتهم العاطفية، لغاية ما أهل الحارة شموا عنه خبر وطردوه من الحارة كلها ومن الحي كله، ففضح كل بنات الحي ده وشردهم. وكل ما كانت تتخانق واحده ست من حاره تانية مع ست من الحاره دي كانت تقول لها وهي بتشاور لها احمد يا عمر، كنايه عن فضايحهم معاه اللي هو شردها لهم وقالها لهم. اما الحكايه التانية لما كانوا الفاطميين بيحكموا مصر كانوا شيعه، وطبعا ما كانوش بيحبوا سيدنا عمر، ودايما كانوا بيجيبوا سيرته في المواقف السيئه، لان كان ساعتها في مقوله شائعه لاهل السنه وعمراه، وكانت ائمه المساجد الفاطميه في التوقيت ده بيسخروا من سيدنا عمر، وكانوا بيطلعوا على المنابر ويقولوا الحقهم يا عمر، انقذهم يا عمر، كنوع من انواع السخريه. وبالرغم من كره المصريين ليهم الا ان الكلمه علقت في دماغهم كلهم، ومع مرور الزمن اتنسى السبب الرئيسي وبقت كلمه عمر كلمه دارجه، وخصوصا في خناقات النسوان الرداحه. اما بقى كلمه الدلعدي فدي كلمه لغه عربيه فصحى مقسومه نصين، ألد العدا، وطبعا المصريين حطوا بصمتهم في الكلمه وبقت الدلعدي. اما شلق فهي كلمه قبطيه معناها بيتكلم بطريقه ممطوطه وبصوت خشن. اما بقى جاتك نيله او تنيل فدي ليها حكايتين. الحكايه الاولانيه ان الفراعنه كانوا زمان بيستخدموا نبات في التحنيط اسمه النيله، ولما حد كان بيروح يجيب النبات دون يبقى اكيد عنده حد مات، والمصريين طبعا مع مرور الزمن ظبطوا الكلمه وخلوها جاتك نيله. اما الحكايه الثانيه فكانت في العشرينات قبل ما السد العالي يتبني، كانت لما المصريين بيجي لهم حبوب في جسمهم اللي احنا بنسميها حمو النيل كانوا بيروحوا عند النيل وياخدوا من طينته ويحطوها على جسمهم، ولما كان حد من المصريين يجي له الحبوب دي في جسمه وحد حب ينصحه كان يقول له روح اتنيل. اما بقى لو حد قال لك يا ابني ليه ما تفرحش قوي، على فكره دي شتيمه. في اللغه القبطيه معناها بقره، يعني حضرتك لما تقول لحد علشان انت مؤدب يا ابني ليه هو بيفرح قوي، انت كده بتقول له يا ابن البقره. اما المدهول على عينه فدي كلمه قبطيه معناها مهمل ومش نافع خالص. طب والهلاس كلمه يونانيه كان بيقولها الجريج اللي عايشين في مصر بمعنى هيليوس، واحنا طبعا طورناها وحرفناها وخليناها هلاس بمعنى فاسد. عبيط لفظ في اللغه الهيروغليفيه متكون من كلمتين، ع بمعنى حمار، بيط بمعنى شخصيه، يعني كانك بتقول له انت شخصيه حمار. الكبيره بقى A7A، على فكره دي مش شتيمه خالص. المصريين في عهد الفاطميين كانوا بيكرهوهم جدا وعلى طول بيعترضوا على قراراتهم، لدرجه اللي خلت الفاطميين يمنعوا لفظ كلمه احتج اللي كانت على لسان كل المصريين، واللي يقول كلمه احتج عند الفاطميين يتسجن. فما كان من المصريين الا انهم اتحايلوا على الكلمه وبقوا يقولوا على كل حاجه واي حاجه معترضين عليها عشان ما يتسجنوش A7A، اختصار لاحتج. طبعا انتوا عارفين ترجمه الكلمه دي، بس علشان الرقابه وعلشان ما فيش حاجه في مصر ما كانش ليها اصل، فمش هتلاقوا كل ده غير في حكايه ليها اصل. سلام عليكم.